بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم اليوم بشرح الميتا تاجز. الميتا هي عبارة عن رسوم تعمل كل واحدة بعمل يختلف عن الآخر. بداية كما نلاحظ في بداية الموقع وشرحتها سابقا أن نضع ميتا عبارة عن الكاركتر UTF-8 وهي ترميز الموقع الخاص بنا. في بداية الموقع الميتا دائما تكتب داخل الهيد مباشرة، ولكن بخصوص الميتا الخاصة بالترميز الخاص بالموقع تكتب بداية أول شيء قبل أي كود مباشرة أسفل منها التايتل ربما في بعض المواقع يكون باللغة العربية. لهذا السبب نضع الميتا الخاصة بالترميز في بداية الموقع حتى لا نجد هناك تعارض مع تايتل الموقع. تكتب الميتا بهذا الشكل دائما وتغلق بالسنجل تاج. الآن لدينا خاصية وهي تسمى النيم. من خلال النيم يمكنك تحديد الميتا لماذا تستخدم. مثلا في البداية يكون النيم عبارة عن description وهو عبارة عن وصف الموقع. الخاصية الثانية للميتا وهي تعتبر الكونتنت. من خلال الكونتنت يكون المحتوى الخاص في الميتا الذي قمنا بتعريفه في البداية. الآن الميتا اللي أمامنا عبارة عن description وهي وصف الموقع. الكونتنت سيكون عبارة عن الوصف الخاص في الموقع. مثلا معهد ترايدنت يكون معهد ترايدنت مثلا لكل العرب. الآن يجب تستخدم الميتا هذه لمحركات البحث. يجب أن يكون الكلام المكتوب دقيق، يعني الآن أنت تقول له description يجب أن يعبر الديسكريبشن بشكل صحيح عن الموقع معهد ترايدنت لكل العرب. هذا الوصف الذي اعتمده ترايدنت. الميتا الثانية سنقوم بشرحها وهي ميتا نيم عن كي ووردز، وهي الكلمات الخاصة بالبحث والتي نعرفها في المنتديات وأغلب الأماكن ووردبريس، وهي عبارة عن التاجز. في هذه الحالة يجب أن تكتب كلمات توجد بالموقع فعليا حتى يعتمد محرك البحث موقعك ويقوم بأرشفته. يجب أن تكون الكلمات بالفعل تستخدم في الموقع. مثلا معهد ترايدنت لماذا يستخدم لمطورين المواقع، يستخدم فيه في بولتون وهي ستايلات وهاكات، يستخدم برمجة PHP، يستخدم دورات. يجب أن تكتب هذه الكلمات. يعني ما بنفع نكتب ترايدنت لاعبين كورة ومواقع كورة، ما بينفع نكتب هيك لأنه يعتمد على ما تكتب مثلا PHP فاصلة. يجب أن تكون الفاصلة هي عبارة عن فاصلة باللغة الإنجليزية. حتى لو كتبت عربي بهذا الشكل يجب أن تكون الفاصلة هي الخاصة باللغة الإنجليزية. وبعطيك مثلا اقتراحات PHP CSS HTML وإلى ما لا نهاية. ولكن انتبه إلى هذه النقطة، يجب بالكثير يعني لا يتجاوز الكونتنت الخاص بالكيوردز كلمات كثيرة جدا. يجب أن تعبر عن الموقع بكلمات أساسية من خلالها يمكن للزوار أن يأتوا لموقعك من خلال محركات البحث. يعني ممكن أنت من خلال برمجة معينة تعمل في كل صفحة الميتا الخاصة بالكيوردز تختلف عن الصفحة الأخرى. يعني الآن لو دخلنا على الركن العام تكون الميتا تاجز تختلف عن الميتا الكيورد الموجودة في ركن إعداد وتصميم الستايلات أو ركن الدورات أو ركن البرامج. يمكنك من خلال برمجة معينة وضع كلمات خاصة بكل صفحة أو ركن. هناك ميتا أيضا تستخدم وهي لكتابة اسم مؤسس الموقع أو مصمم الموقع، وهي تسمى author بهذا الشكل.
الكونتنت الخاص بها، وهو عبارة عن اسمك، أو يمكنك كتابة أكثر من اسم. يعني أوذر محمد، بهذا الشكل. طبعا هذه في هناك بعض الأمور لا تفيد كثيرا، ولكن ربما في يوم من الأيام تحتاجها. يعني أنت وضعت حقوقك في الميتة، لا يستطيع أحد، يعني مش الكل بينتبه لأنه يرفع حقوقك لو وضعت تصميم مجاني، ستايل مجاني أو ما شابه. هناك ميتة مثلا تسمى جينيريتور، وهي يمكنك من خلالها وضع محتوى بسيط. يعني لو كنت أنت تقدم ستايل مجاني، مثلا تكتب ستايل في بي مثلا للنسخة 3.8.7 الإصدار الخامس مثلا. هذه تفيدك انه في يوم من الايام لو حبيت ترجع الى ستايلك تعرف هذا انه ستايل. لو حد مثلا وضع لك انه في مشكلة في الستايل، تعرف انه ايش النسخة اللي عنده في المنتدى، وايش نسخة الستايل اللي هو مركبه، وما شابه من ميتا تاجز كثيرة، ويمكنك استخدامها في أشياء كثيرة أيضا، والبحث عنها بشكل كبير جدا، يعني كما قلت سابقا. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.